الستات اللي عندهم ورم ليفي الأكثرية منهم 80 إلى 90% منهم بيكون العرض الأساسي عندهم نزيف رحمي أثناء الدورة، وأحيانا بيبقى كثيف جدا، وأحيانا كمان يمتد إلى ما بعد الدورة بحيث إن الست ما تبقاش عارفة دي دورة ولا مش دورة، وبيترتب عليه حدوث أنيميا عند السيدات. ست عندها 30-35 سنة وعندها أنيميا مش قادرة تروح وتيجي وبتنهج من النزيف. دي حاجة. العرض الثاني اللي بيعمل تقل في الحوض تحت، يعني إحساس بالهيفنس، حاجة تقيلة تحت موجودة. الحاجة الثالثة إنه ممكن يكبر قوي ويضغط على الأعضاء المجاورة، يعني يضغط على المثانة البولية، يخلي الواحدة تروح الحمام كتير، وكل مرة تنزل حبة صغيرين، كل شوية عايز تخش الحمام، كل شوية عايز تخش الحمام. وكمان ممكن يكبر قوي قوي ويبقى زي واحدة زي الحامل، يكبر يوصل لحد منطقة فوق سرتها كده، وتبقى عندها كرش كبير كده، ممكن يوصل إلى أحجام كبيرة تصل إلى 20 25 و30 سم. فالأعراض دي كلها على بعضها خطير وبعضها مقلق، ولذلك الست بتتجه نحو الاستشارة الطبية.